بطل واعي مفيش منه، راح يزور النبي لقى البدوي جالس فرح منه، سلم عليه الرفاعي وطلب منه يروح يزوره في العراق لأمر ما ينسكتش بقى عنه. وسألوا شيخ العرب على السبب علشان يشوف المطلوب بقى منه. قال له الرفاعي بنت بر بتعمل عمل ما حدش راضي عنه، مفيش ولي بيظهر إلا ما تاخد كراماته وتسلم شربته منه. ذهب إليها البدوي وعمل فيها شيخ مجذوب، شافت في منامها إنه الفارس المطلوب، جمعت كل مريديها وقالت إن أتى غريب في المنطقة هاتوهولي، إن أتى غريب في المنطقة هاتوه هنا في الحال. لما جاءوا بالسيد فحل الرجال وقعت مغشيا عليها يا ناس في الحال. لما شافت صرخت وقالت اهلا بحبيب القلوب يا بدوي انت المطلوب، اهلا بحبيب القلوب يا بدوي انت المطلوب. عرفتك يا فحل الرجال يا بدوي يا شيخ العرفان، عرفتك يا فحل الرجال يا بدوي يا شيخ العرفان. انت جيت لتقهرني لكن يا ابا الفتيان لا تقتلني، فانا قتلت الرجال من غير سهم ولا نبال. انا ياما قتلت الرجال من غير لا سهم ولا نبال. كشفت الله عن الجمال حتى تغري ابا الفتيان، كشفت الله عن الجمال حتى تغري ابا الفتيان. قال لها اغري غيري فانا البدوي الغمام، كشفت الله عن الجمال حتى تغري ابا الفتيان. قال لها اغري غيري فانا البدوي الغمام. قالت خذني زوجة وخدامة لي واعيش معاك يا سيدنا السيد في اراضي، واشوف ايه يا ابا الفتيان اللي بقى يرضيك. خذني زوجة وخدامة ليك واعيش معاك في اراضيك. انا تائبة لله فاعفو عني لوجه الله. جاء السيد الهمام ولم يقتلها علشان اسمها فاطمة كرما لأم الحسنين ستنا فاطمة الزهراء. ولم يقتلها علشان اسمها فاطمة كرما لأم
الحسنين ستنا فاطمة، فانتصر البدوي عليها عشان هو البطل الهمام، هو أبا الفتيان، هو فحل الرجال، هو فارس الفرسان، هو البطل الهمام، هو أبو الفتيان، هو فحل الرجال.